عسلامة عسلامة، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. إن شاء الله رمضان مبروك علينا وعلى أمة محمد. هذه تكملة للفيديو اللي فات، سامحوني. بتاع البريك الدنوني. خذيت 200 جرام فرينة، عليهم 400 سميد أرطب، عليهم غرفة صغيرة ملح، وخذيت 80 مليلتر زيت. تنجموا تخلطوا ما بين الزيت والزبدة عاجرة، تنجموا تعملوا 40 جرام زبدة و40 زيت. أنا كان عندي متوفر الزيت، استعملت الحقيقة زيت زيتونة. اللي عندك المتوفر تنجم تحطوا في الروسيت متاعك، حطوا. نخلطهم باش نلمهم شويه بالماء، الماء على حسب ما نجمش نعطيك الكونتيتي بالضبط. ماء كي تلم العجينه سافا، يعني تحس العجينه نتاعك تلمدت، توقف الماء. انا الكاس هذاك ديجا ما كملتوش الكل، الماء يكون ملزز، لا هو بارد ولا سخون، ويكون ملزز. نلم بيه العجينه جوست لمين، جوست لمين، ما نعجنش. لأن بعد ما خليتها ارتاحت مم ساعة، ساعة غير ربع، خاطرني قاعدة نزرب بالحقيقة. خليت جبتها وقسمتها على زوز. حكولي اش عاملين انتوما في رمضان؟ ان شاء الله رمضان خير، ان شاء الله نصوموه ونحن بكامل عافيتنا وكامل صحتنا. باهي، لا اله الا محمد رسول الله. هكا كيما تشوفوا قسمته على زوز، نغطي البقية مش ما تشيحليش العجينة. حطيت دوب شوية فرينة وحليتها بالقلقل. باهي، لنا عندي 3 قوالب، تختاروا القلب اللي عندكم، القالب سامحوني، القالب اللي عندكم. انا عملت جربت بالكبير وبعديك ما ظهرليش، عملت بالقالب المتوسط، يعني كتفننت. انتي اي حاجة عندك، حتى ما عندكش القوالب هذوكم تنجم تعملهم نورمال، تقص باي حكاية، اي ختام تاع دبوزة تقص بها وتعملهم عادي باليد وكل شيء، ما واحد ما يحيرش. هكا واحد يوسع باله ويحلها العجينة بشوية ويقسمهم اي حكاية. شفتوا اللي عندي توا حليت بهم العجينة. صدقوني والله توا وين حن عليا ربي باش عملت المونتاج ملي دخل رمضان وانا مريضة، سامحوني بالحق. نشكيلكم الخير. هكا توا كي سهل ربي ارتحت، عملت المونتاج وهبت لكم الفيديو. صحيح روتار ما كوم هبطوا. وريتكم لنا القوام كيفاش. و ديما الكعبة العجينة اللي لاصقة على الرخامة، اللي لاصقة على الرخامة نقلبها، يعني ما نحطهاش بالقفاء. ما نعرفش تفهموا فيا ولا لا؟ يعني الرطبة اللي تولي على الرخامة نحطها هي تبدأ من الفوق اللي نحط فيها الحشو، لأن نعمر الكعبات متاعي وكا بالطريقة هذه. جاوني ما شاء الله. جربوا الطريقة، جربوا الروسيت، تو تنجح لكم العجينة. أنا عملت حاجتين، عملت النوعية بالعجينة كيف ما وريتكم، يعني 200 فرين على 400 سميد. وعملت طريقة ثانية اللي هي عجينة نوع آخر باللحم مفروم. لأن كنوري فيكم في طريقة ثانية. ننزل عليها مليح ونحي كل الزايد الكله. الزايد الكله بعد يتلم ويتعاود يتعجن. كعبات مرطوبين،
كعيبة مزيانة تحلف العين. ان شاء الله الطريقة تعجبكم وان شاء الله تجربوها، راهو ساهل مهل. به انا بعد ما كملتهم الكل حطيتهم في الكونجيلاتور كلهم كعبات هكايا مفرطين وحدهم، باش بعد نجم نحطهم في البواط وتجيلي سهلة اني نجبد 3 4 5 ساديبو باش نجم نقليهم. الطريقة هذه ديما نعملها تجيني سهلة، ما نحطهمش الكل مع بعضهم خاطر يلصقوا، لكن نحطهم هكايا نفرطهم على بعضهم ويجمدوا في راحتهم وبعد نفرغهم في البواط كيف ما قلت لكم. بالنسبة للكونتيتي ما شاء الله طيحت لي برشا، وهذه كانت طريقتي في الاستحفاظ بهم. ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تجربوا الريسيت في فيديو قادم باذن الله. وكان عجبكم الفيديو ما نعودش نقول لكم تحطوا لي جيم، واللي ما دخلش اعمل اشتراك في القناة يعمل اشتراك ينزل على الجرس باش يوصلوا كل جديد. وان شاء الله مرة اخرى ننظر لكم مبروك وفي ريسيتات قادمة باذن الله.